جيش انمي كليب الجامدين، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. قبل ما نبدا ما تنساش تصلي وتسلم على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ولو ما شفتش الحلقات اللي فاتت من الموسم الثاني من حكايه سونج ارجع وشوفها الاول، هتلاقي الروابط في الوصف والتعليق المثبت كمان. وبنرجع تاني وبنشوف سونج بعد ما قتل فرسان الشياطين ودخل على قائدهم وبدأ القتال معاه بكل سرعة ومهارة. بس ده سونج يا ابني، ومسك من رقبته ولسه هيخلص عليه القائد صرخ وقال له انا بستسلم، ارجوك يا كابتن ما تموتنيش. سونج استغرب وقال ايه الصوت ده ورماه بعيد، وطلع انه فارسة من عالم الجن. قالت له ارجوك انا مش عايز اموت. سونج قال لها يعني تهاجمينا مع جنودك ودلوقتي توسلي علشان تعيش؟ يعني ده كلام، ما كان من الاول قبل ما اقتل الجنود بتاعتك. فقالت له مش مهم، هم مهمتهم حمايتي وطالما انا بخير يبقى مش مشكله. قال ايه ام النداله دي يا بنت، وسابها ومشي. راحت مطلعه خنجر وحاولت تهجم عليه من ورا، صحيح كدابين، بس لقت اللي صدها وطلع ده ظل كيبا ملك الاوراق، كان عامل تعويذه حمايه على سونج خلاص بقى من اتباعه. سونج بقى قال لها انت عبيطه يا بنت ولا ايه، عايزه تهاجميني من ورا؟ قالت له اسفه وربنا مش هعمل كده تاني يا عم، اعفو عني وهنفذ لك اي طلب تطلبه مني. كيبا شالها بسحره ورفعها لفوق، وسونج قال لها تقدري تجيبي لي تصريح الصعود للدور اللي فوق ده؟ قالت له اه طبعا، عشيرتي هي اللي بتحميه، بس خليه ينزلني والنبي يا كابتن، هجيبه لك بس اعفو عن حياتي، وانا عارفه كمان جميع اماكن تصاريح الادوار العليا كلها، لو وعدتني انك مش هتاذيني انا وعشيرتي هوصلك ليها. قال لها بس عارفه لو طلعت بتعملي عليا حوار زي حوار تهاجميني من ورا ده وبتشتغليني هعمل فيك ايه يا بت؟ قالت له لا والله انا بتكلم بجد ومش بكذب خلاص. قال لها تمام، وريني بقى عشيرتك دي فين بقى، وانا مش هعمل لكم حاجه خالص لو فعلا جبتي لي تصاريح المرور. وقال لها صحيح قولي لي انتوا مين بقى؟ قالت له انا اسمي ايسيل وبنت ملك عشيره تراديرو. قال لنفسه يا ترى بتسمع صوت بيقول لها تقتل البشر زي باروكا اللي قتلته ده ولا ايه؟ ولما سألها قالت له لا بس احنا بنسمع صوت تاني من ساعة ما جينا هنا، احنا اساسا من عالم الشياطين وصحينا لقينا نفسنا هنا. قال لها وكنتوا بتعملوا ايه في عالم الشياطين بقى؟ عينيها اتحولت كده وقالت له كنا بنستعد لحرب كبيرة قوي ضد حد قوي، بس انا مش مسموح اقول لك المعلومات اكتر من كده. واغمى عليها وهو جري ولحقها. وبنروح لمدينة في اليابان وبنشوف النملة العملاقة اللي ظهرت قبل كده وهي مدمرة المدينة وقتلت ناس كتير وبتاكل فيهم. وفي اجتماع في جمعية الصيادين بيستعرضوا الأضرار اللي عملتها، وقالوا في التقرير إنها قتلت قرب 300 شخص و108 صياد حاولوا يوقفوها، وقتلت منهم عدد كبير جدا من الرتبة بي وسي وإي، ومعرفش يقتلها غير صياد من الرتبة إيه. رئيس الجمعية قال كده قوتها تعادل الرتبة إيه، بس نملة واحدة طايرة عملت كل ده، أمال لو جه منها جيش هنعمل إيه معاه؟ وقال واضح إن جزيرة جيجو اللي فيها البوابة دي لازم نقفلها بقى المرة دي، لو في نمل كتير قدر يطير زيها ونزل على بلادنا هتكون كارثة بكل المقاييس. وكمان اليابان قريبة منهم ولازم نتصرف قبل ما الكارثة دي تحصل. وطلب منهم يتواصلوا مع نقابات الصيادين في اليابان ويطلبوا الدعم من كل بلاد تقدر تساعد علشان يقفلوا البوابة دي للأبد. وأمر إن هم يعلنوا عن مهمة جديدة لكل النقابات وهي ختم بوابة جزيرة جيجو. وبنرجع لسونج وهو ماشي وكيبا شايل إيسيل ورايحين للقلعة اللي فيها عشيرتها. ولما وصلوا أبوها قال لها إيه اللي جايبه لنا ده معاكي ده يخرب بيتك، انت مش شايفه عدد الجنود اللي في الظل بتاعه يا بنت الكلب؟ وقال له انت بقى خدعت بنتي علشان تجيبك هنا وتاخد القلعه مننا يا عم. البنت قالت له استنى بس يا دادي انت فاهم غلط، بنتي ملك بقى يا جماعه بتقول له يا دادي وكده. سونج قال له انا وعدت بنتك اني مش هعمل لكم حاجه طالما هتديني التصريح. الراجل بلع ريقه وشم نفسه وقال لنفسه انا سمعت انه هزم فولكان وميتوس ودول اقوى مننا بكتير، يعني لو فكر يقتلنا هينفخنا ومش هنقدر عليه. وقال امري لله واداله تصريح الصعود فعلا. سونج خده وقال كده زي الفل. ابوها قال له مش خدت مصلحتك بقى، يلا بقى اتكل على الله من هنا. سونج قال له لسه انا هاخد ايسين معايا. البنت تنحت والراجل قال له نعم يا اخويا تاخد مين معاك؟ سونج قال له اسمع بس ما تفهمنيش غلط، انا محتاجه تكون مرشده ليا في الادوار اللي جايه علشان عارفه اماكن تصريح الصعود فين. ابوها قال له بس ده خطر جدا عليها. سونج قال له انا هضمن لك سلامتها برقبتي يا حاج ابو ايسيل. الراجل قال امري لله، والبت فرحت انها تكون معاه. وفعلا سونج قدر يطلع الادوار العليا وقتل كل الوحوش والفرسان اللي قابلها ووصل للدور 89، وقوته القتاليه زادت واحصائياته كمان، وحتى اجريس والدب تانك مستوياتهم زادت هم كمان وبقت تضاهي الرتبه اس والرتبه ايه. وايسيل بتطلع الهدايا اللي هتبادلها بتصريح المرور في الادوار اللي جايه. سونج قال لها خديها معاكي وانت راجعه. قالت له انت مش فاهم الوحوش في الادوار بعد ال90 اقوى بكتير. قال لها هو انا لو ضعيف زيكم هتتفوق
تتفاوضوا معايا ليه؟ القوة بس هي اللي هتخلينا نعدي الأدوار مش التفاوض، وبعدين أنا هخلي عشيرتك تكون في أعلى المراتب والأدوار وتحكم البوابة، وده وعدي ليكي علشان بتساعديني. البت قالت له هو ممكن أعرف ليه عفوت عن عشيرتي؟ قال لها لأنك عجبتيني. البت اتصدمت وما بقتش مصدقة، وقال لنفسه مالك ياض يا سونج ما بتنجذب للأشخاص الغريبة كده ليه؟ وقال لها بقول لك إيه، عرفيني على أماكن التصاريح في الأدوار اللي جاية وأنا هجيبها بنفسي، تقدري ترجعي انت؟ الادوار اللي جايه هتكون صعبه ممكن تتاذي فيها، وانا وعدت ابوكي اني هرجعك سلمى يا سليمه. قالت له لا انا مش هسيبك وهفضل معاك للنهايه. الله خلاص براحتك. فعلا الادوار اللي بعد كده كانت اصعب والوحوش فيها اقوى بكتير والمعارك معاها اقوى بمراحل، ولكنه قدر انه يختم كل الادوار لغايه لما وصل للدور 99. وبنرجع لليابان وبنشوفهم هم بيشرحوا النمله علشان يعرفوا معلومات عنها، وبنروح لرئيس النقابه تشوي وهو بيقول لصياده شا ان جمعيه الصيادين استدعت كل النقابات في مهمه على جزيره جيجو مع الصيادين اللي بالرتبه اس في البلد. قالت لنفسها يعني الصياد سونج هيكون موجود؟ وقال لها ان في صيادين من بلاد تانية جايين على هنا علشان نناقش عمليه الهجوم. المهم اننا نختم البوابه دي اللي خدت مننا الصيادين كتير، وبنرجع لسونج بعد ما وصل للدور 100 والاخير، لكن مش لاقيين حد في الدور، وفجاه ظهر تنين في السماء وبيطلق رعد وراكب عليه ملك الشياطين باران، ووقف قدامهم ويتحدى سونج وشكله قوي جدا فعلا. يعني سونج بص له وقال الهاله بتاعته قويه جدا، انا حتى مش عارف اقدر اهزمه ولا لا، اول مره قاتل تنين بجد مش من الشياطين. وايسيل حتى بتهر على نفسها من الرعب منه، وملك الشياطين استعد للقتال بقى وشاور بسيفه وفتح بوابات كتير جدا وخرج منها اعداد مهوله من الشياطين والوحوش اللي هجموا على سونج. البت ايسيل قالت يا سنه سوحه يا ولاد هنعمل ايه دلوقتي؟ بسرعه سونج فعل هالته السحريه واستدعى جيش الظل وقال لهم اهجموا، وخرجوا كلهم وبدات معركه قويه جدا بين الجيشين، واجريس وكيبا وايرون وتانك وكل الجنود عملوا معاهم الواجب الصراحه، وكيبا فعل تعويذه البركان وحرقهم كلهم. والبت ايسيل بقى واقفه ومذهوله وقالت له انت عندك كل الجيش ده يا منيل؟ وقالت بس برضو انا عارفه ملك الشياطين مش سهل يتهزم كده، وانت برضو تعتبر علينا دخيل ودي ارضه برضو، انا مش عارفه هقف مع صف مين فيك ولازم اقرر. وفجاه ملك الشياطين ضرب عليهم صعقه قويه جدا قتل كل جنود الظل، وسونج خد ايسيل تحت عبايته علشان يحميها من الهجوم، وهي بصت له كده ومعجبه بيه علشان حماها. ايوه، وقال انا جنودي هيقوموا من تاني بس طاقتي السحريه ليها حدود وكده بيستنزف منها كتير، لازم اتصرف. وجري وفعلا فعل وضع التخفي والسرعه القصوى ليه وطلع الخناجر بتاعته وهجم عليه، بس باران ابن الذين صد هجومه، وسونج مذهول ازاي شافني وانا متخفي اصلا، وباران شاله ورماه على الارض ورمى عليه صعقه رعديه. بسرعه سونج قام وجري وفداها وهي بتجري وراه عشان تصعقه، ونادى بسرعه على كيبا واجريس، وكيبا ضرب على باران تعويذه النار وصد الصعقه بتاعته. وفي ظل ما باران مشغول معاهم بالقتال اجريس بسرعه البرق طار وقطع راس التنين اللي راكب عليه ووقع على الارض، وباران اتغاظ جدا منه، وسونج قال له اخيرا نزلت على الارض تعالى لي بقى. وبنرجع للمدينه وبنشوف اجتماع الصيادين مع اكبر نقابه في اليابان واسمها السيف المسلول، ورئيسها اسمه جوتو، وعندهم 11 صياد من الرتبه اس، وبيعرض عليهم نتائج تشريح النمل الطائر، وقالوا لهم اهم نقطتين اكتشفناهم هو اولا ان النمل بيكبر بسرعه بعد ما بيطلع من البيض بس بيعيش سنه واحده بس، هي دي دوره حياته، يعني لو قدرنا نقتل الملكه يبقى خلال سنه واحده كل النمل هيموت. وتاني حاجه ان النمل بينجذب للطاقه السحريه القويه، وعلشان كده احنا فكرنا في خطه قتاليه ومحتاجين نتشارك فيها. وقال لهم الخطه اني 10 صيادين من الرتبه اس من النقابه عندي من اصل 11، وانا هكون معاهم وهقودهم لهجوم ضد النمل علشان نجذبهم علينا وعلى قوتنا السحريه، وهنشغلهم عنكم، وانتم مهمتكم بقى انكم تقتلوا الملكه وهم مشغولين معانا في القتال، يعني من الاخر احنا هنكون الطعم في المعركه. قالوا له بس انتوا كده هتقتلوا الالاف منهم. قال لهم انا عارف مش مشكله، المهم اننا نحمي بلادنا ونختم بقى البوابه دي. رئيس الجمعيه قال له خلصانه يا صاحبي انا هتفق مع النقابات ونظبط العمليه. وبنرجع لسونج ومساعدينه وهم في معركه مميته مع باران وجيشه، والمعركه على اخرها والدنيا والعه، وسونج قال حتى ما فيش وقت اشرب المسحوق اللي بيجدد طاقتي السحريه، وباران نازل قتل في ايرون واجريس وحتى كيبا ومش قادرين عليه خالص، ده طلع قوي جدا يا جدعان بجد. وسونج حاول يغفله وينقض عليه وهو بيقاتل لكنه صد الضربه ومسكه من راسه ورفعه لفوق ورفع سيفه وخلاص هيقتله. جم ايرون وكيبا واجريس وكتفوه وسيطروا عليه، لكن ابن الذين ضرب عليهم صعقه دمرهم كلهم. سونج رجع ورا بسرعه ولقى خلاص طاقته السحريه خلصت وما بقاش قادر يستدعي اي حد تاني، وباران طلع اسلحته وبقت المواجهه حتميه بينهم خلاص، وبقوا فارس لفارس والميدان يشهد عليه الرجال، ودخلوا على بعض ودار قتال بينهم رهيب وبقى على اخره. حلاوتك عم سونج يا جامد، وبقى يقاتلوا بكل قوه وسرعه، بس باران برضه قوي جدا يعتبر اقوى خصم قابله وقتله
له لغايه دلوقتي. وفعلا بران اداله ضربه طيره بيها ووقع الخلاجل منه، ودخل على سونج وخلاص هيقتله، لكنه مسك ايده الاتنين وبيقاوموا لاخر نفس وخلاص ما بقاش قادر، وقال ما ينفعش اخسر دلوقتي، بس هو قوي جدا. وبران طلع صعقه من بقه وخلاص هيضربه. هنا ايسيل رمت خنجرها عليه وقررت انها تبقى في صف سونج. ايوه يا ايسيل. بران بص لها كده وهو متغاظ منها وهي مرعوبه منه. سونج قال ده وقته افعل طاقتي العضليه القصوى، وفعل اقصى طاقه عنده ومسك ايد بران وبكل قوته شالها عن جسمه وهو بيصرخ الله عليك يا سونج يا جامد، واستجمع قوته وقال غور في داهيه بقى، واداله بوكس من تحت طير راسه من على جسمه ودمره حرفيا. وبكده قدر سونج انه يقضي عليه في الاخر. وظهرت له رساله من النظام قالت له مبروك قضيت على ملك الشياطين بران، وتمت عمليه جمع ارواح الشياطين بنجاح، وحصلت على روح بران كمان يا عم. وبكده ختم المغاره وقتل زعيمها، وقال لايسيل تقدري تروح لابوكي وتجيبيه لهنا، وبكده هتكون عشيرتك على القمه لوحدها. ايسيل قالت له مش عارفه اقول ايه، متشكره قوي. وهنا بينتهي ملخصنا النهارده يا اجدع متابعين في الدنيا. تفتكروا هيحصل ايه على جزيره جيجو مع جيش النمل والملكه بتاعته؟ وهل سونج هينضم ليهم في المعركه دي؟ وهل هيقدر يجيب الترياق لامه وينقذها في الوقت المناسب؟ ومين العدو اللي مملكه الشياطين كانت بتستعد للقتال ضده؟ قولوا لنا رايكم في التعليقات، واستنونا بقى في الملخصات اللي جايه علشان نعرف مع بعض هيحصل ايه. وبنفكركم عايزين نوصل الفيديو ده ل 2000 لايك وكومنت، مش كتير عليكم يا جيش انمي كليب الجامدين. وطبعا لو لسه جديد معانا اشترك في القناه عشان تتابع كل ملخصاتنا اللي جايه، ورمضان كريم عليكم ان شاء الله، ونشوفكم على خير في ملخص جديد يا احلى متابعين. سلام.